نظفت البيت كله، وانت اللي المفروض تنظف الأوضة اياها. ماني بخاف، ما تنضفيها انتي ولا اجيب لك كورنكس اللي بالنعناع. اسكت اسكت، الجماعة بتوع شارع البيت وصلوا. يا مدام نرمين، الجماعة وصلوا. أهلا بحضرتك يا أستاذة. البيت أستأذنك يا هريد يا هاني. هريزي. ايوه هريد، محسوبك البيت فوق السلم كلام جد جدي. طب يا عم هريزي، معلش بس اتدخل بقية الشنط ما دير ماي فيليزن. ايه؟ كده ماي واي فاي يعني مرض. انتم بقى اساميكم ايه؟ انا اختي نسمه عطيه مش معايا. على فكرة كنت معاك اضاف الوزن، بعدش امك انت في اللي انا بعمله. بقول لك ايه، سبت منها وخليت معايا. كده قط كبيره، اصلا بحب القط كبيره، مش حاجات كتير، بحب العب براحتي. يا خبر ابيض، دي كل الاوض كبيرة وشرحة وبرحة. ما قلت لي بقى في الوضع اياها. حاضر يا ابوي، التاجيل قوي يا مدام. انا عارفه هي شغلك، بتكسر العمر وتجيب الهم. يا جاوي ما تسكتي بقى، ما تقومي معايا. ايه التهريج اللي بيحصل هنا يا مدام؟ ده ولا اي حاجه يا مدام. انت اللي بتعملي ايه؟ تعبانه شويه. انا ايه اللي اكل مني؟ بقول لحضرتك انت اللي بتعملي ايه؟ ايه؟ وبعدين ما تكلمني. يعني ده اشوفها ازاي؟ انا عايز اكتشف الاوضه دي. سيمون سيمون. عايز ايه؟ سيبني في اللي انا فيه، البحث كله اتلخبط، بدل ما تيجي تساعدني بتعطلني. سيب البحث ده. بقول لك ايه، ما تيجي ندخل نشوف موضوع الاوضه ده. ايه في ايه؟ لا بس يا هريدي لا لا مش ده. طب الكلام ده برضك. بس وبرضه كلام كتير ونفس الشغل يا هريدي. اه ربنا يديك ما على قد الشيوخ قصدي على قد السلوك. اهدي خمسة شنين ربنا يسامح. عيب يا راجل، انا علمتك كده برضه. مش المفروض تحمد ربنا على اي حاجه؟ نور انت منور. خذي دول. شكرا ربنا يخليك. ايه ده؟ 5 جنيه؟ لا يا مدام، دي بتاعت هريدي مش بتاعتني. انا شلت الشنط كلها وطلعت بيها. ايه البيت الغريب ده؟ انا مش مرتاحه للبيت والبوابه ومراته. طب تعالي بس نخلص. قلت لك سيب البحث ده، انت مش هتوصلي لحاجه. ابعد يا طارق، سيب البحث، خليني اكمل. انت لازم بتاعه. انتوا مين؟ انت اللي مين؟ وايه المكان ده؟ احنا اتغنى هنا ازاي؟ انا هريد. وبتصرخ ليه يا هريدي؟ فزعتني. احنا كنا بنتخانق على البحث وغالبا لقينا نفسنا هنا. يعني كنت بنضف اوضه عشان حصل حكمت عليا ما اخش الا ما نضف اوضه. ولا ما خافنيش غير دي. شرابك ده ولا ايه؟ ايه ده؟ الباب مش بيفتح. انا مش قلت لكم ما تخش الاوضه دي؟ انا خايفه. يا خرابي، الباب اتقفل، هنخرج كتير دلوقتي. ده الوكل على النار. يا خرابي فبتقفل انا بطني بتصوصو ليه يا رب تشوف انا
يا خسارتك يا ريدي يكسر التاريخ فتح اشتاق ريدي. ايه ده؟ ده القلم اختفى. ده الورق مقصوص. يعني ايه مقصوص؟ ايه ده؟ ده بيتكتب كلام تاني. وريني كده. هي كمان قصة. ايه الباب الغريب ده؟ تعالوا نكمل. وكانت علامة على الطريق. هو أوله آخره الجزء المفروض. اهدى منظورة ده ولا ايه؟ فاهمين حاجة؟ لا، هو بحث ده كان عن ايه؟ بحثي كان على معنى الحب وأبو قصة حب في التاريخ. البنت هدية قالت لي ادخل ننظف الحب وقلت لا ولا انت ويا ريتني ما دخلت. واضح إنك كنت بتحبها أوي. ما قلت انا بحبها لدرجة جبت لها بنص هدية. شدك. هدية ونفس الحاجة دي اللي مش باين لها مخرج. كنت عايزة اعترفلك على حاجة. خلاص بيه مش اتعجبت ولا حاجة. الأبوة دي مش ابن قديمة ابن براميل عشان بحبها كده متولي مستريح. إيه ده؟ ده بيتكتب كلام تاني. وبترميه ليه؟ مش انت مكتوب فيه حاجة؟ خرجنا من هنا؟ ايه ده؟ ده مكتوب كلام بعيد عن بعض. باب 3 4 نار زيار فراغ. ايه ده؟ في ايه؟ مين الناس دي؟ انتوا مين؟ احنا اللي مين؟ هما ليه لابسين كده؟ هو الملك خلقنا الجانب لا يكون عندك مرسوم مين؟ انا سألتكم الأول مرسوم ايه وملك ايه؟ نبوخذ نصر. احنا مش فاهمين حاجة. انا يلا. كان في ملك شرير عمل تمثال كبير. كان في ملك شرير عمل تمثال كبير اسمه نبوخذ نصر علشان نسجد ليه. اسمه نبوخذ نصر علشان نسجد ليه. وحقيقي شدرك وميشك وعبد الناوي ما سجدوش للتمثال الدب بتاعي. ما سمعوش المرسوم. أيوة جلالتك سمعوش. عيدوا تاني يمكن نسمع. حاضر جد. الناس من كل مكان اسمعوا عمل جلالة الملك. لما تسمعوا صوت آلات الموسيقى البوق والعود والمزمار وكل الآلات تنحنوا التمثال الزهر. انا هديكم فرصة أخيرة. لما سجدوش
بتصلي للناس اللي بيكرهوك طبعا عشان ربنا كان بيحبوك. وبتستخدمها بالموبايل وعارف كل العيش وعندي كل الدماء عشان الباس ترجع من تكون حبة راس وشكل. المحبة تعلم برضه. المحبة لازم المحبة تترشح. كل كان اتعلمته منه. هو مين؟ وهو فين؟ هو يقدر يخرجنا من هنا؟ عشان تخرجوا من هنا والباقي ده يتفتح. وبلاد بالذات أكتر قلت كله. طبعا ترشح. هو مين؟ ده مش بيرد تحاول تنساه. انا تعبت خلاص بس اشتغل ان شاء الله تحصل تعب حاجه ونفهم منه. قلبي ده شفتهاش. استنى، ده بيكتب كلام تاني. غالي، محبة، دم، فداء. تفتكروا ده الشخص اللي جاي عليه كل الصفات؟ طب تعالوا ندور عليه. غاليين عليا كده. عايزكم تعرفوا قد ايه انتم حاجه كبيره عندي. اوعى تفتكر انك عندي. لا، ده تمنك كان ده. زمان لما اتقابل ما كانش فيه غير حد واحد بس. اسيب كل حاجه وارجع على الارض عشان بحبك. لقيت مفيش. بص هنا، ده المكان اللي دفعت فيه. انت غالي عندي. رديت اتعذب واتصرف. اوعى تفتكر انك مش مقبول او مش مقبول. انا بحبك وجنبك وعملت كل ده عشانك. وهرجع واقابلك تاني في السما. انا موجود في كل زمان. كنت هنا مع السلاس فتي انهم فضلوا الموت على انهم يسجدوا للتمثال. فظهرت وسطهم وانقذتهم من الموت. كنت هنا في قلب داود والمساج على انهم ضحوا من اجل بعض. حتى على كرسي العرش وباركت داود خليته ملك وجيت برضه بنفسه. اما بقى ده كان اكتر واحد تعب علشان حمل عذابات كتير عشان خاطر. حتى كمان كان بيصلي الاعداء. وهو اعظم رسل المسيحيه ورسول المحبه. اما بقى هنا كان حب لكل العالم. دفعت فيه عشانكم اغلى ثمن وهو دم عشان ما تحسش انك لوحدك.
الله، امتياز امتياز مع منطقة الشرق. فين لجنة التحكيم؟ امتياز. بص ما تقوليش يعني. ايوه كده. صدقوني ممتازين يعلم الله. وعجبني انت يا هريدي صدقني.